السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة. يلا نعمل سمك. دي بقى خلطة السمك. معايا فلفل رومي وتوم وملح وكمون، ضربتهم في الخلاط مع بعض علشان نبدأ نتبل بيهم السمك بتاعنا. حابين نضيف عليهم شوية فلفل حار، مفيش اي مشكلة، طبعا ترجع لرغبتك. ما ندقش التوم قوي، نخليه كده قطع حلوة علشان يدي طعم حلو للسمك بتاعي. ده طبعا السمك بتاعي زي ما انتم شايفين كده نضيف وزي الفل. انا كانت سمكية البولتي حجمها كبير شوية، فانا قسمتها على 2. ودوت سمك بربوني او بربونيا، يعني حسب بقى ما انتوا تقولوا عليه. طعمه حلو جدا، طعمه عامل زي الجمبري بالظبط. سعره كان حوالي النص كيلو ب40 جنيه. والسمك البلطي دوت كان الكيلو، السمكتين دول كانوا كيلو ب60 جنيه. يعني أكلة سمك ب100 جنيه زي الفل. عملت كمية حلوة وهتعمل غدوة حلوة إن شاء الله. كده أنا تبلتها. بصوا الخلطة فيها كويس قوي، ودوست على الخلطة من جوه كده في اللحمة عشان تثبت وتتبل اللحم بتاعي ويبقى طعمه زي الفل. هسيبها بقى في التتبيلة كده نص ساعة، اللحم يشرب من التتبيلة دي. أكون عملت الطحينة بتاعتي أو الطحينة الكدابة. ايه هي بقى الطحينة الكدابة؟ معايا 3 معالق طحينة، ومعايا معلقتين دقيق وتوم وخل وملح وحبة خلطة زي بتاعة السمك كده، كنت شايلاهم على جنب. حطيتهم على الطحينة اللي هي التوم والفلفل والملح والكمون، وحطيت عليهم مية بتغلي وقلبتهم كويس قوي لغاية لما توصل للقوام اللي انا عايزاه، حباها تقيلة او حباها خفيفة زي ما انا عايزة. وده كان شكلها. هي دي الطحينة الكدابة اللي بيعملوها في المطاعم. معايا هنا هو سمك، سوري، معايا دقيق على نشا. حطيتهم الاتنين على بعض. هبدأ أتبل البربونيا الأول علشان الزيت ما يتغيرش لونه، لأن السمك البلطي بيغير لون الزيت. فهعمل البربونيا الأول علشان تبقى فاتحة وحلوة معايا. وأنا بتبل السمك أتك على السمكاية علشان التتبيلة أو الدقيق يلزق في السمكاية بتاعتي. هنا الزيت كان سخن بس ما كانش سخن قوي علشان ما يحرقش السمكية من بره ومن جوه تبقى نية. وكده كده السمك اصلا حساس، ما بياخدش سوا كتير. بس اهم حاجة ان احنا ما نطلعوش بزيته، يعني نحاول ان احنا نقرمشه عشان يبقى طعمه حلو وزي المطاعم بالظبط. هنقلبه بقى على الناحيتين لغاية لما ياخد اللون الذهبي. يعني حتى لو هرجع اقلب تاني على الناحية التانية، بس اهم حاجة ان يوصل للقرمشة بتاعته. انا بزود السمك ايه؟ لان كل ما السمك يدخل في السوا بينزل ميته فبيقل حجمه، فبقدر ان انا اضيف تاني. دوت بقى انا حطيت البولتي بتاعي في الشنطة وعملته بنفس طريقة البروست. هحطه كده كله في الشنطة وهقلبه بقى مع بعض وهو في الشنطة علشان يتغلف من جميع النواحي. لان البولتي نوع الجلد بتاعه ان هو بيطرد الدقيق لان فيه قشور. فالأحسن إن احنا نعمله بالطريقة دي، يتغلف كله كويس قوي قوي بالدقيق علشان ما يفصلش مني وما يتهريش مني. أنا هنا بقى هفضل أدوس عليه كده اهو جوه الكيس بالدقيق، أغلفه كويس قبل ما أقليه. أسيبه كده اهو في الشنطة شوية. ده شكل البربونية بتاعتي بعد ما اتقلت. كانت تحفة ومقرمشة وريحتها حلوة قوي وطعمها حلو قوي، عامل زي الجمبري، لأنها هي أصلا بتتغذى على الجمبري. ساعات بافتحها وانا بنضفها الاقي جواها جمبرية كده صغننة، كانت لسه يا عيني واكلاها. تمام. دوت بقى البولتي بتاعي انا ضفته اهو في الطاسة. هسيبه بقى البولتي ما يتقلبش خالص غير لما الناحية بتاعته تستوي. تمام، علشان ما يتهريش منك. نستنى خالص لما يستوي من الناحية دي، بعدين ابدأ ان انا اقلبه على الناحية التانية وارجعه لغاية لما ياخد اللون بتاعه ويستوي كويس اوي. بصوا ما شاء الله كان عامل ازاي، كان مقرمش وتحفة. والبربوني حاولت اقرب لكم الكاميرا اهي، كانت تحفة قوي. وهو ما شاء الله بصوا ولا زيت ولا طري كده في بعضه، بالعكس كان جميل أوي. يلا بقى نعمل الرز بتاعنا ونشوف رز المطاعم بيبقى عامل ازاي. معايا بصلة حلوة كده كبيرة قطعتها، وهستنى لما تتشوح خالص تاخد اللون الذهبي او اغمق سنة. في ناس بتحط عليه صويا صوص،
عشان لونه يغمق، بس أنا ما باحبش، في ناس بتضيف عليه معلقة صلصة أو بتبشر عليه طماطماية، لكن هو دوّة الرز الأصلي اللي بيتعمل في المطاعم، هاستنى أهو لمّا خالص تاخد اللون الدهبي ده خالص، وهانزل عليه بمَيّة مغلية تغلي كده شوية غلوة، وهاضيف ملح وهاضيف كمون، وبعد كده هانزّل الرز بتاعي على حسب الكمية اللي أنا عايزاها، أنا هنا عملت حوالي نُص كيلو من الرز، وطبعًا هازوّد بس شوية مَيّة على حسب الكمية بتاعة الرز، أنا هنا ما زوّدتش مَيّة أوي علشان أشوف المَيّة دي كفاية على الرز والّا لأ، أنا ضِفت ملح وكمون وحبّة فلفل أسود كده صغيّرة، تمام، ضِفت الرز بتاعي، طبعًا الرز ده مغسول فأنا ما اضطريتش إن أنا أغسله، لإن الرز لمّا بيكون مكتوب عليه إن هو مغسول وبتغسليه بيعجِّن. تمام، ودوّة بقى سِبتها تتشرّب وده كان شكل الرز بتاعي النهائي، كان ريحته تحفة وطعمه جميل، ودوّة السمك بقى بتاعي بُص ما شاء الله لونه وقرمشته ولا نقطة زيت تحتيه، والطحينة الكدّابة بتاعتنا والسمك البلطي مع شوية جرجير أخضر كده كانوا لسه صابحين، حاجة عظمة ووجبة يعني ما يتشبعش منها، ورمضان جاي دلوقتي في الشتا يعني السمك هيبقى مُحبّب على الفطار ونورتوني وشرفتوني في قناتي مطبخ سمر، ويا رب دايمًا عند حُسن ظنكم، وأعمل لكم كل الحاجات اللي تعجبكم، نورتوني.